الا جيت عندي دابا اولا فاش كنت صغير وعطيتيني واحد الصفحه عامره بالكتابه وقلتي لي هاك حفظها عندك 24 ساعه، غدا نجي نشوف واش راك حافظها ولا لا. فكنت متاكد ان شبه مستحيل باش تلقاني حافظها. تلقاني حافظ اجزاء منها واجزاء منها كنتلخبط فيهم، مع انه كاين واحد الاشخاص يمكن لهم يحفظوها في ساعه ساعتين بشكل متكامل. هذا الشيء هو اللي وقع لنا في المدرسه فاش كنا صغار، وخلانا نطرح واحد السؤال: واش حنا خلقينا مكلخين؟ ودابا انا حاليا عرفت الجواب ديال هذا السؤال هذا اللي طرحناه كاملين. الجواب هو لا، حنا ماشي مكلخين، حنا فقط عندنا مشكل ديال قله النوم. الا كنتي كتنعس قليل راك حرفيا كتصبح واحد الانسان غبي وانت ما واعيش. وماشي انا اللي كنقول هذا الشيء، راه هذا الشيء جاي من ابحاث علميه. خصك تعرف فاش كتسهر الدماغ ديالك كيبدا يخدم ببطء بحال شي حاسوب فيه شي فيروس، الاشارات العصبيه كتضعف والربط بين المعلومات كيبدا يتشتت. يعني رساله للوالدين: الا كان ولدك باقي كيقرا حاولي تعوضي له الساعه البيولوجيه ديالو، وماشي غير هو، حتى نتوما حاولوا تعوضوا الساعه البيولوجيه ديالكم. يعني ما بين 10 على 11 خصكم تكونوا ناعسين. قبل ما تقول لولدك انت كاسول وشوف هذاك وشوف هذيك، حاول تعوضوا نعاسو هو الاول. ماشي انت كتشوف ولدك مقصر حتى 3 الصباح 4 الصباح وكتقول ماشي مشكل، فهذا راه غلط كبير اللي كديروا. حيت انا دابا جبت لكم الحل حتى بين يديكم، نتوما خصكم دابا غير تطبقوا. الكاتب ماتيو ووكر كيشرح ان قله النوم كتاثر على الفص الامامي من المخ، يعني وهذا هو الجزء المسؤول على التركيز واتخاذ القرار والتحكم في العاطفه وحل المشاكل. يعني من التالي بلا نعاس كافي كتولي كتصرف بحال شي واحد سكران. والاخطر انك كتحس براسك انك ناقص تركيز، ولكن كتقول لراسك على انك بخير، ولكن المخ خدام بنصف ديال الطاقه ديالو. ولكن بمجرد ما تنعس ديك 8 ساعات ديالك في الليل، الدماغ ديالك كيرجع يخدم بجوده عاليه، والذاكره ديالك كتقوى، وحتى المزاج كيرجع متوازن. تنعسها كل ليله، حتى في العطل ديالك، حتى في النهار اللي ما تكونش خدام خصك تنعس ديك 8 ساعات ديالك باش ما تخرجش على راسك. يعني الا كنتي متبع شي سيري اولا كدير شي حاجه راه يمكن لك توقفها دير لها بوز، ولكن حياتك ما يمكنلكش دير لها بوز.